تخيل معايا كده انك راكب عربيه والسواق ماشي بسرعه وهوب راح ضارب فرامل. ايه اللي بيحصل ساعتها؟ انت بتلاقي نفسك لزقت في قفل اللي قدام. عمرك سالت نفسك ليه ده بيحصل؟ ليه بندفع بالقوه دي كلها لقدام؟ تعال مع بعض بسرعه في 30 ثانيه كده نعرف تفسير الكلام ده. يلا بينا. بص يا سيدي، تفسير الحوار ده كله احنا بنسميه كفيزيائيين القصور الذاتي. اكيد هتسالني وتقول لي ايه هو القصور الذاتي؟ انا فعلا كنت لسه هسالك نفس السؤال. وانا تلميذ، انا بحس بسهوله. بص، الجسم الساكن بيفضل ساكن والجسم المتحرك بيفضل متحرك ومش بيغير من حالته الا لو حطينا عليه قوه. فببساطه العربيه لما كانت ماشيه ووقفت مره واحده انت جسمك كان لسه في حاله الحركه دي، عشان كده بيندفع لقدام. تعال ناخد امثله تانية. كوبايه الميه اللي بتحركها بسرعه مره واحده بتلاقي الميه بتميل معاك عشان هي عايزه تفضل في مكانها. حد فيكم لاحظ الموضوع ده قبل كده؟ لما بتيجي تشوط كوره الكوره بتفضل تتحرك لحد ما قوه الهواء والجاذبيه يوقفوك. دي تجربه بسيطه تقدر تقوم بيها في البيت عشان تشوف بعينك القصور الذاتي. امسك كوبايه ميه وحاول تحركها بسرعه وشوف الميه ازاي هتتميل معاك. لو جربت التجربه دي صورها ونزلها لي في التعليقات. في النهايه القصور الذاتي مش مجرد قانون، ده حاجه بنحس بيها كل يوم. فلو عندك فضول وعايز تعرف تفسير لحاجات بتحصل في حياتنا اليوميه دوس لايك وفولو عشان يوصلك فيديوهات الجديده. سلام.